مشاهدينا أهلا بكم. مسافة قصيرة تلك التي تفصل بين الوقوف خلف الكاميرا وأمامها، غير أنه اجتيازها ليس بالمهمة اليسيرة. ضيفي لليوم نجح بذلك ليتحول من مدير للتصوير والإضاءة إلى ممثل لفت الانتباه بشدة بأول أدواره التلفزيونية من خلال مسلسل حكاية حياة يلي عرض بشهر رمضان الماضي. عم بحكي مشاهدينا عن المدير التصوير والممثل المصري جلال زكي. صار فينا نقول ممثل مصري. ايه اخيرا اوكي صح كده. طيب، اول شيء مبروك اكيد نجاح المسلسل ككل ونجاح دورك كاول تجربه لك بهالمسلسل بهالشكل. خبرنا جلال، من قبل بتعرف تمثل ولا اكتشفت باللوكيشن؟ الاول ربنا يخليكي وميرسي على المجامله الجميله دي. لا، الموضوع التمثيل ده انا ما كنتش اعرف بصراحه انه عندي. يعني بحب التمثيل وبحب الممثلين لان تتعامل معهم اقرب حد ليهم كمان الكاميرا ومدير التصوير بالذات. يعني ببقى اقرب حد للمسلسل اثناء التصوير الفعلي. فبحبهم وبحب تفاصيلهم وبحب ادائهم وباخد ودي معاهم دايما لان قريب منهم. كنت بتتمنى تكون مثلهم او معهم؟ كان عندك هيدي النقطه؟ الفنان دايما بيتمنى يكون اي حاجه فيها فن. يعني طول الوقت لو انت فنان بتحب تعمل اي حاجه فيها فن عموما. فاكيد كنت بشوف نفسي مكانه وهو بيمثل وبتبسط بيه وبتبسط بادائه. ولو في حاجه غلط او حسيت حاجه مش تمام ممكن اناقشهم فيها بشكل ودي. احنا كلنا اصحاب يعني. بس جلال، كان عندك هاجس الظهور امام الكاميرا؟ ممكن بصراحه لا ممكن لان انا بحب اتصور. يعني بعمل فوتو سيشنز بما اني مدير تصوير او مصور. انا واصحابي بنقعد نصور بعض كتير. فكنت بحب اعمل بوزز، احب اكت فاني، يعني اكت. انما تمثيل فعلي ما حصلش قبل كده. الفكره في التمثيل دي ان جت بهزار جدا. إيه كيف صارت؟ يعني انا بعرف محمد سامي له خاص. محمد سامي ده هو صديقي وعفريت تمثيل ومكتشف كمان ومكتشف وكل حاجه في الدنيا بصراحه. محمد سامي حد شاطر جدا، مخرج قوي جدا، وعمل نقله في شكل الصوره وفي المسلسلات في مصر. وهو صاحبي على المستوى الشخصي وعلى صعيد كمدير تصوير ومخرج، واشتغلنا مع بعض كتير جدا. هوبا واحنا قاعدين بقول لك يا جلجل، ايه يا سامي، انا هنتكلم بقى في السكريبت والورق. انا شايفك في دور. ايه يا سامي اللي انت بتقوله ده؟ شايف الاضاءه ولا شايفني ولا انا شايفك في دور، انا شايفك في دور يا جلال. فاخدنا الموضوع بهزار. هوبا تاني يوم احنا بنعمل يعني وانا في الشركه، فقوم اعمل لي اقرا لي ده. فقمت وبهزار برضه قمت قريته وقعدنا نضحك واتكلمنا وتمام. طب هتعمل الدكتور هيثم. فالدكتور هيثم ده طب ايه الكاركتر؟ قال لي هاي الكاركتر بتاعتك دي، تعالى بص تعالى اعملها كده بس واد ايه، فيلن بقى شويه. هون بدي اوقف على نقطة، الكاركتر بتاعتك دي انت الكاركتر تبعك بالطبيعة مثل دكتور هيثم؟ لا، هو عايز الكاركتر دي التركيبة بتاعت اصل الدكتور هيثم كمان مش دكتور عادي. هو فلافي ومش فارق معاه وشخص مختلف. مش ما بينطق بالظبط كده، ما بينطقش. هو طول الوقت ما بينطقش. هو عايز يوصل لحاجه معينه وممكن يعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطرها. لا، مثلت يعني بطريقه كثير حلوه لدرجه صدقناك وكرهناك بالمسلسل وتمنينا انه غاده تقتلك بمرحله باول حلقه تروح فيها يعني، وهذا الشيء ما صار. كنت موقع تاخذ هالردود الفعل الحلوه على دورك؟ الحمد لله، انا ما كنتش متخيل خالص الموضوع ده. انا جالي ذهول. ما شاء الله. مسلسل غادة متشاف جدا لان هي بطله قويه جدا، والناس كلها مع سبق الاصرار برضو بتاع محمد سامي وغادة عبد الرازق كان مكسر الدنيا السنه اللي فاتت. فالسنه دي كل الناس مستنياها. فانا كجلال بقى الممثل حته قد كده في المنظومه الكبيره دي. ما كنتش متخيل ان رد الفعل هيبقى بالشكل ده. انا الحمد لله في مصر بقت كل الناس في الشارع عارفاني، بلس ان هم عايزين يتصوروا معايا وحابيني. فقلت لهم يا جماعه ده انا شرير. طب كنت ناجح اكثر كمدير تصوير بالمسلسل ولا كممثل؟ لانه انت عملت الاثنين. بصي، هو انا كمدير تصوير الحمد لله يعني انا بقالي كتير جدا بشتغل. يعني دي شغلتي. فكره ان انا انجح او افشل بقت يمكن شويه. يعني الحمد لله عندي سابقه فيها يعني لا مش قصدي، عندي سابقه اعمال كتير. فبالنسبه لي البرسنتج يعني بتبقى 10% 15% زياده او اقل. انما فكره الممثل دي بالنسبه لي هي جديده، هي اللي عامله لي دلوقتي الهاله، يعني هي اللي بسطاني.
ان انا بقيت عامل زي ما اكون بلعب. طب انا عرفت خبريك هيك شوي غريبه ومش كتير بتسمعها. انا عرفت انه انت بدأت مدير تصوير بالدومين، يعني انه ما طلعت السلم درجه درجه وتعبت. انت مذاكره كويس. يعني هيثم كمان جلال بدأت مدير تصوير، كان عندك طموح تبدأ كمان بطل بدراما تلفزيونية لهسه تأخرت ولا شو؟ لا هو انا مش، لا خالص. انا كمدير تصوير ابتديت على طول مدير تصوير. الاول اشتغلت شويه حاجات بس وان مان يونت، يعني اشتغلت في التصوير برضه. اشتغلت مساعد؟ لا خالص. يعني ما تعذبتش؟ لا لا اتعذبت بس بطريقتي. اسأل الشباب عنه. لا اتعذبت بطريقتي. انا عملت مدير تصوير في برامج كتير فيديو، وعملت مدير تصوير فريلانس في محطات كتير، بس ما اشتغلتش في حته معينه، يعني كنت فريلانسر الى ان جالي توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى اشتغل على طول مدير تصوير زي ما انا عايز. فابتديت في الهوجه بتاعت الميوزك فيديوز، وخدت تقريبا تاني او ثالث ميوزك فيديو في وقتها لما حصلت الانتشار الواسع للميوزك فيديوز. فابتديت في الاغاني، وهوبا ابتديت اشتغل بقى. المخرجين بقوا يسالوا مين ده، مين اللي عامل صوره شكلها مختلف. كنت مطرقع شويه وانا صغير، فابتديت اعمل حاجات متخلفه كتير. لا طبعا كبرت في الشغلانه، مش كبرت على مستوى لا بعدك شاب. طب ممكن التمثيل، انت مدير تصوير عم نحكي بعدنا انه معروف وبتنطلب وصورتك هالقد حلوه، ممكن التمثيل ياخدك من لا مش ممكن، لان انا بحب التصوير جدا. عم تحكي امام كل الجمهور. لا ما انا بقول كل المخرجين. كل المخرجين اصحابي ان شاء الله وحبايبي. انا يعني فكره التصوير ما اقدرش ابعد عنها، لان انا بحبه جدا، هو ده اساسي. انما التمثيل كمان انا بحبه قوي ولقيت نفسي فيه. فانا دايما البني ادم بيشتغل على المستوى البروفيشنال، يعني بتشتغل حاجات كتير، حاجات للتواجد وحاجات للشوريل او للقوه يعني وللظهور، وحاجات ليك انت بتحبها فيها نوع من الارت ما بيبقاش موجود في كل حته. ففي ده ساعات حاجات بتبقى تجاوزات، يعني انت بتاخدها عشان لازم تبقى موجود. مش هعمل كده. هنقي في التمثيل وهنقي في التصوير، وانا بحبهم الاثنين جدا وما اقدرش استغنى عن حاجه فيهم. طيب اذا بدنا نحكي عن جديدك، يعني ما بعد حكايه حياه، شو اليوم شو عم تعمل وشو عملت على مستوى الكليبات، على مستوى المسلسلات والافلام والتمثيل؟ هو اخر حاجه انا بعملها، انا دلوقتي بحضر للفيلم بتاع هيفاء وهبي الجديد. نعم. مع محمد السبكي البروديوسر وسامح عبد العزيز المخرج. ممثل بطل ولا مدير تصوير؟ لا بقت مشكله دي. ها بدنا نعرف. لا مدير تصوير. نعم. مع اني كان نفسي ابقى بطل طبعا. دي هيفاء وهبي ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف. ان شاء الله. لا بس البطل بتاع او يعني اللي قدام هيفاء وهبي وواخد دور كبير ومساحه كويسه. في ابطال طبعا، بس المين هو ولد صغير. وده الجديد في الفيلم. حلو. فانا في الفيلم ده مدير تصوير. واخر حاجه ليا، اول مره تجربه ليا بعملها في التاريخ اللي انا بعمله ده كله. انا بقالي مثلا 17 سنه بصور. نعم. اول مره اعمل فيلم قصير، روائي قصير. ودي تجربه بالنسبه لي كانت مهمه جدا، انا لسه مخلصها. التجربه دي كانت مع المخرجه هبه ابو مساعد. نعم. وهي كانت بروديوسر، قابلتها في شغل في محطه. شو اسم الفيلم؟ ابو محمد. ابو محمد. هو عباره عن فيلم قصير، تقريبا حكايه موجوده في كل بيت، وده اللي خلاني احب اعمله. وهبه ابو مساعد متناولها بشكل ظريف جدا وبسيط وارتستيك. هي كانت عايزه تعمل حاجه ارت في الفيلم القصير، فعشان كده انا شدني، وهو اول تجربه ليا كده. كمان معانا دايما الافلام القصيره بيبقى فيها شويه لو برودكشن، فدي ما بتساعدش مدير التصوير او ما بتساعدش الحرفيين في المهنه ان هم يعملوا شغل بشكل معين. وانا راجل في شغلتي الحمد لله، ادعي ان انا يعني عندي هيستوري كويس، فعايز كمان اعمل شغل كويس، ما ينفعش. فالبرودكشن كمان في الفيلم كان قوي جدا وساعدنا جدا. وكانت البروديوسر مع البروديوسر رندا جبر. بوجه لها تحيه لرندا اكيد. كل التوفيق. الفيلم راح يكون بالمهرجان حسب ما بعرف، مهرجان دبي. مهرجان دبي ومهرجان برلين وهيلف شويه مهرجانات اكيد كتير. رح نحكي مطولا عنه للفيلم جلال ان شاء الله بلقاءات ثانيه. بدي اتشكر وجودك، كل التوفيق ان كان على صعيد الكليبات اللي انت مبدع فيها، وان كان كمان بالتمثيل وكمدير تصوير. شكرا لك. ربنا يخليك. مشاهدينا اكيد فقرات اليوم بتتابع معكم، ونهايه ساعتنا